تحية كبيرة برشا برشا القطر. تقريبا الفيديو هذا ما كنتش مبرمجه، تقريبا باش تلقاو فيديو ما غير مونتاج هكا فيت في عملته. حبيت نحكي على اللي شفته، تقريبا افتتاح عالمي، افتتاح كبير برشا، فيه برشا افكار، حاجات ياسر ممتازة قدمتها لنا قطر. اليوم قطر عطات درس كبير للعالم الكل. قطر اليوم عملت حفل افتتاح اسطوري، تقريبا بعيد برشا برشا على اللي شفناه قبل. ابونيفو في الشان، جامل الفيديو وجا نحكيو على الافتتاح. كما قلت زوز ثلاثة نقاط حبيت نحكي فيهم على الافتتاح اللي شفته في قطر. اليوم شفنا دولة عربية عملت افتتاح في مستوى عالمي وكبير برشا، تقريبا زيرو فوت تقريبا ولا غلطة. تقريبا الامور مشيت 5/5، حاجات ما تنجم تشوف فيها كان قطر. والواحد تقريبا من اليوم بدا فرحان وبدا يستنى ويحسب في السوايع وقتاش يمشي لقطر. ان شاء الله باش نكون حاضر ماتش تونس وفرنسا، وان شاء الله باش نكون حاضر في ماتش البرتغال. الحقيقة اليوم تفرح وتفتخر اللي انت مسلم. اليوم شفنا اللي صار من انتقادات الدول الاوروبيه القطر. اليوم قطر عطات دروس للناس الكل، برشا شلابق، برشا كفوف، برشا حاجات تخلي اليوم بالحق اوروبا لازمها تخاف، على خاطر اليوم اللي قدمته قطر ما تنجمش تعملوا اوروبا بالامكانيات اللي عندها وبكل شيء. اليوم سرتو الافتخار بالحضاره العربيه الاسلاميه. اليوم شفنا الاسلام كان حاضر بقوه. افتتاحيه تبدا بايه قرانيه، الحقيقه حاجات ما تنجم كان تحترمها، وتنجم كان تقول شابو، ما تنجم كان تقول ميرسي، وتنجم تقول كان الحاجات الباهية على قطر. بالرغم اللي شفنا الماتش فنيا قطر ما كانتش حاجة واو قدام الاكواتور وفوارق نيفو كبيرة برشا، لكن خليني اليوم نقول من ناحية التقديم، من ناحية اللي شفناه اليوم قطر عطت درس للعالم الكل، وظهرت علاش اليوم اوروبا عاملة هجمة شرسة وكبيرة برشا. اليوم اوروبا تتقلق والعالم الاوروبي يتقلق كي دولة عربية تنجم تنجح وتعمل حاجات كيف هكا. اليوم قطر عطت درس كبير للناس الكل. اكيد في كل تظاهرة بتصير اخطاء، اكيد في كل تظاهرة بتصير تجاوزات، لكن اليوم قطر بشخصيتها بامكانياتها فرضت على الناس الكل تجي لقطر باللي صورته هي وباللي قوانين اللي حطتها هي. تجي لقطر تحترم الناس الكل والعادات والتقاليد والاسلام وغيرها وحق. واليوم شفنا حفل تقديم كان في مستوى كبير برشا. ما نجم نكون كان برافو القطر، ما نجم نكون كان يعطيهم الصحة. الحقيقة اليوم قلبه يوجع الواحد كي يشوف دولة كما قطر تعمل في حاجات كيف هناك، هو الدولة متاعه عمال بالتوالي. لكن قطر كما قال الأمير متاعها اليوم كأس العالم متاع العرب، والحمد لله احنا كتونس باش نكونوا مشاركين فيها. ان شاء الله نقدموا وجه ممتاز، وان شاء الله نتعداو للدور الثاني. لكن الافتتاح اللي شفته تقريبا هذه الثالث ولا الرابع كوب دو موند نحضروا بالباهي. تقريبا عمري ما شفت افتتاح بالفينيسيون هذه، بالميساج القوي اللي وصل، باللوميير اللي شفته، بالجرافيك، بالخدمة. تقريبا حاجة عالمية. كي تزيد تشوف استاد من برا ومن الداخل ما تنجم كان تفرح. برافو قطر، برافو للناس اللي كانت قائمة على نجاح الدورة هذه. ان شاء الله تكمل الدورة على خير، واليوم ننجموا كان نفتخروا بدولة عربية نظم كأس العالم كيف هكا. ما تنساش تعملوا ابوني، تشتركوا معنا في القناة باش نوصلوا لأكثر عدد ممكن من الناس. فيديو جاي نحكيو على المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الدنماركي والاستعدادات والتشكيلة. سلام.